اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح القشطة، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الرقاق الفلاحي الجميل اللي على الطاسة تحفة بجد بجد. أهم حاجة تحطوا اللايك بقى وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. بكيلو دقيق عملنا الرقاق ده، احنا كنا منه، ما تفكروش ان هما دول بس، والله العظيم تحفة تحفة تحفة. تعملي سندوتشات بقى، تعملي حاجة كده تغمسي بيها حاجة طرية كده، رقاق فلاحي بقى بالسمنة وباللبن الرايب، قشطة، اللي انت عايزة تحطيه في الرقاق الفلاحي الجميل ده، ولا تفلعي فرن ولا تتعبي نفسك، وعلى الطاسة واعمليها تلاقي النتيجة أحلى وأحلى. يلا نخش على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صباح الفل وصباح الورد، صباح الياسمين. معانا النهارده مش كيلو دقيق يا جماعه، والله اقل من كيلو دقيق. انا بعرف الكيلو دقيق، انا صحيح ما وزنتش بس عارفه الكيلو دقيق قد ايه. هحط عليه نص معلقه كده من الملح وربع معلقه من الخميره الفوريه. طبعا الرقاق ما بيتعملش بخميره، بس انا بحب احط عليه يعني ايه، ذره خميره كده بتخليه مفتح وتخليه مورق معاكي وحلو. وهنحط ايه تاني بقى؟ هنا بقى كوباية من الزيت، هحط عليها معلقتين حلوين كده من السمنة، سمنة فلاحي، سمنة روابي، زي ما انت عايزة حطي. ماشي يا حبايبي، دي سمنة بلدي. وحطيتها كده، سبت طبعا انا مسخنة الزيت، فالسمنة هتفك دلوقتي وتبقى مية مية. هنزل بقى باللبن الرايب زي ما انتوا شايفين كده، وهقلب بالمعلقة. اهم حاجة انك تحطي بقى السوائل بتاعتك، المية او اللبن بالتدريج، علشان ما يطرش منك العجين، وتبقي متمسكة يعني متمكنة فيه كده ان هو ايه، مش طري منك ولا حاجة. طبعا كوباية مية جنب منك، لو احتجت مية تحطي حبة بحبة كده، عشان برضو ايه، تبقي معاكي المقدار مظبوط. طبعا الدقيق بيختلف عن التاني، وطبعا ده ملوش مقادير، هو ده يعني كيلو دقيق اقل من كيلو كمان. فالمهم هتنزلي بقى بالسوائل بتاعتك كده واحده واحده كده يا حبايب قلبي، لغايه ما تتوهي العجين خالص، الدقيق خالص كده، ويبقى معاكي مفيش دقيق في الطبق. ماشي يا حبايب قلبي. وبعدين هتنزلي بقى بالسمنه او الزيت اللي انت عايزه تحطيه بقى حطيه. هنا بصوا السمنه ساحت ازاي في الزيت، هنزل بقى بيها كده ايه على العجين بتاعنا، وهفضل برضو اعجن ساعه ما احط السمنه او الزيت. هتبص تلاقي ايديكي ثابت كده من العجينه، والعجينه بقى بدات ايه تلم معاكي، وتبقى نتيجتها تمام التمام. شايفين انا بقول لكم ايديا يعني سلكت ازاي وبقت تمام التمام. الرق بتاعنا النهارده هيبقى حلو قوي يا جماعه. اعملوا جنبه صينيه عجه، اعملي جنبه بطاطس محمره كده وحته جبنه قديمه، واتكلي على الله بقى بالرق الطري الجميل ده، او حته عسل، او حبه عسل، او حته قشطه كده، وتقعدي بقى تخمسي كده، ما تشبعيش بقى من الرق الفلاحي الجميل ده. طبعا ايه، احنا مش عشان مش فلاحين يعني مش هنعرف نعمل الرقاق، لا ده احنا شاطرين وفينا عينين، وبنبص للناس وبنعمل كل حاجه حلوه، وبتبقى جميلة جدا. ماشي يا حبايب قلبي. هتفضلي بقى تتوهي في السمنة او الزيت كده لغاية ايه ما العجينة تلم معاكي، وتبقى ايه الملمس بتاعها. انا مش عايزاها لا طرية ولا عايزاها ناشفة، انا عايزة العجينة معايا تمشي معايا كده على الرخامة، ما تتعبنيش. ماشي يا حبايب، العجينة طرية معاكي زي ما انت شايفة كده، حلوة قوي تمام التمام كده زي ما انت شايف. بس انا بحب اعجن فيها شوية كده لما العجينة معايا بقت ايه، يعني تمام التمام. انا مش هسيبها تخمر طبعا ولا اي حاجة. شايفين السمنة بقى والحاجات الحلوة عاملة في ايدي ازاي. انا بقى هجيب صينية كده وارش عليها رشة من الدقيق كده، وهقرص ايه الرقاق بتاعنا. انا قرصته على طول، لا خليته ارتاح ولا خليته خمر ولا اي حاجة. ماشي يا حبايب قلبي. طبعا التقريصة اللي انت عايزاها، عايزة تعمليها على الطاسة، في الطاسة اعمليه في الطاسة، بس تصغري طبعا القروصة شوية عن كده. انا هعمله على الصينية الكبيرة اللي هي بتاعة الفطار دي يا جماعة، هوريها لكم دلوقتي لما نيجي نخبز. عشان كده انا مكبرة الرقاقة بتاعتنا شوية، علشان طبعا مش هعمل في الطاسة، لان انا ما عنديش طاسة كبيرة، والطاسات بتاعتي كلها وسط كده يعني، فانا عايزة اعمل الرقاقة حلوة كده يعني. ماشي يا حبايب قلبي. هنا بقى ايه، قرصت كل الرقاق بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله، رمالي كمية حلوة. بدل ما تشتري عيش او تاكلي او تجيبي عيش رقاق من اللي بيتباع في المحلات ده، طبعا ما بتبقيش ضامنة نظافته، واقل حاجة عندك في بيتك بتبقي ضامنة نظافتها وضامنة حلاوتها. ماشي يا حبايب قلبي. هنا بس غطيت العجين زي ما انتوا شايفين كده، وجبت اول واحدة بقى قرصتها، هي اول واحدة بعملها.
بصوا بقى العجينة معايا ماشية زي الملبن زي الحلاوة كده يا حبايب قلبي. ما تحطيش طبعا على وشه دقيق كتير علشان ما يبقاش معاكي ناشف كده ومش حلو. ماشي يا حبايب قلبي اهو. بسم الله ما شاء الله الرقاق ماشي معانا بيجري على الرخام. بجد تمام التمام وحلو قوي. عايزه تشيليه على ايدك زي ما انا بشيله كده شيليه. ما بتعرفيش افضلي بططي لما السمك بتاعها يبقى باين عليكي، يعني باين عليه الرخامه كده. الرخامه باينه منه كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب اهو. تفضلي بقى تبططي كده لما ايه الرقاقة كده تبقى معاكي مدورة وحلوة كده اهو. هنا بقى الصينية بتاعتنا الكبيرة زي ما انتوا شايفين كده انا سخنتها ونزلت بأول رقاقة كده معاكم زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. هنا بقى سخنا الصينية زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دي عمرها ما كانت هتيجي على الطاسة يا جماعة، لكن انا قلت انا اكبر شوية واعمله على الصينية اللي هي ايه، الصينية دي بتاعت فطار كده بنفطر عليها، يعني لما نبقى فردين او ثلاثة كده بنفطر عليها الصبح. ماشي يا حبايب قلبي سخنت الصينية هنا كده، بس اهم حاجة انك تفضلي تقلبي في الرقاقة بتاعتك من شمال ليمين كده عشان تستوي، تبقى مستوية معاكي وما تبقاش ايه معجنة. ماشي يعني قصدي عجين لسه، يعني نية لسه. ماشي يا حبايب قلبي. وهتحطي بقى غيرها زي ما انت شايفة كده وتفرديها وتتكي عليها بس في السوا شوية علشان تبقى معاكي مستوية وجميلة. كل ما الصينية بتسخن كل ما الرق بتاعك بيستوي معاكي وبيبقى تمام التمام. ماشي يا حبايب قلبي. بالله عليكم لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واهم حاجة اللايك، اهم حاجة اللايك بالله عليكم هو اللي بيرفع الفيديو يا جماعة. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. شايفين الرق بتاعنا شكله جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله والله العظيم تحفة. وكان لونه حلو قوي وكان طعمه كمان فظيع. ماشي يا حبايب قلبي. وحط التانية بقى والتالتة كده زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. واقلب بقى من شمال ليمين كده لما الرقاق بتاعنا يستوي معانا ويبقى تمام التمام. طبعا احنا حاطين له سنة الخميرة، مش حاطين له عشان يقب، لا طبعا الرقاق ما بيقبش، احنا مش عايزينه يقب. فاحنا ايه يعني هيبقى معانا مستوي جميل كده. ورجعنا تاني بقى ايه نخلص كل الكمية. انا عملت 3 4 كده وبعدين خبزتهم وبعدين جيت بقى اخبز ايه ابطط بقية اللي فاضل وقلت اعمله كله على الصينية الاول واسيبه وبعدين اخبزه. ماشي يا حبايب قلبي اه. قعدت ابطط كده في اللي فاضلين. قلت اعملهم كلك مره واحده يعني عشان ايه. انا طفيت طبعا البوتاجاز دلوقتي وسبت الصينيه زي ما هي وطفيت البوتاجاز. قلت ابططهم بقى كلك مره واحده وبعدين ايه ارجع اخبزهم بقى كلك مره واحده يا حبايب قلبي اهو زي ما انتوا شايفين. جيت بقى على الصينيه تاني سخنتها تاني زي ما انتوا شايفين. بصوا عملتهم على الصينيه كلهم وجيت بقى اخبزهم تاني. ماشي يا حبايبي. كل ما الرقاقة بقى بتستنى معاكي كل ما بتبقى حلوة في الخبيز وفي التبطيط وفي السوا بتبقى جميلة جدا. بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله طالعة حلوة قوي اهي ولونها جميل جدا. برضو كل شوية وتجيبي واحدة تانية برضو تحطيها زي ما انت شايفة كده لغاية ما تستوي معاكي. تحركي التانية كده زي ما انت شايفة كده يا حبايب قلبي. لو عجبكم الفيديو بتاعنا النهاردة فيديو جميل وخفيف ولذيذ، بدل ما تشتري عيش من بره او بدل ما تشتري طبعا الحاجات اللي بره دي ما انتش ضامنه نظافتها يا جماعه. اما تعمليها في بيتك لولادك كده تعملي لهم سندوتشات كده تبقى طريه معاكي كده. وتعملي سندوتشات للعيال كده بالليل وهم قاعدين كده في السهرة كده يا حبايب قلبي أو في الفطار أو في الغدا. بينفع في كل حاجة. والرقاق طبعا كلنا بنحبه بالذات لما يبقى بقى باللبن الرايب والسمنة كده ويبقى جميل معانا كده يا حبايب. بصوا بسم الله ما شاء الله حلو قوي وجميل جدا. كل ما استنى كل ما بقى معانا جميل والله العظيم. حلو قوي يا جماعة كده وكمان يعني الإضاءة بتاعتنا مش حلوة قوي. بس طبعا ايه احنا كل حاجة شايفينها اهوت على عينك يا تاجر. بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. فضلت اخبز فيهم بقى كده اجيب من على الصينية اخبزهم. لقيتها اسهل من ما تعملي واحدة بواحدة كده. بصوا يا حبايب قلبي اهو كده خلصنا بقى الرقاق بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. قعدنا نخبز فيه لما خلص معانا وبقى النتيجة حلوة قوي وجميل جدا جدا. وادي الرقاق بعد ما خلصناه طري معانا وتحفة كده زي ما انتوا شايفين من اول رقاقة لاخر رقاقة طرية وحلوة قوي. انا بجيب لكم من تحت لفوق اهوت يا جماعة.
عشان ما تقولوش مثلا لا هي مزوقه الوش ولا اي حاجه. حتى المحروقه معايا بجيبها لكم برضه واوريها لكم. كله زي الفل. اشوفكم في فيديو جديد.